عارفين إيه سبب أغلب مشاكل البيوت بين أي اتنين متجوزين؟ اسمعوا الفيديو للآخر وانتوا هتعرفوا إيه هو السر اللي هيساعدنا نحافظ على نجاح أي علاقة. أغلب أسباب فشل أي علاقة مش بين أي اتنين متجوزين بس، كمان علاقات ارتباط، خطوبة، حتى الأصحاب، هي عدم المساواة. بس استنوا، مش المساواة اللي جت في بالكم دلوقتي، أنا قصدي مساواة من نوع تاني خالص. خلوني أحكي لكم حكاية سمعتها وفضلت معلمة معايا. واحدة بتحكي وبتقول: كنا بنحتفل أنا وجوزي وأهلنا وأصحابنا بعيد جواز شيري صاحبتنا ال19، وأنا بهزر معاها قلت لها: يا بختك يا شيري، ما شاء الله جوزك بيحبك وانتي كمان دايبة فيه، قوليلي سر الوصفة بقى علشان أتعامل بيها مع جوزي، يمكن نعرف نرجع تاني حب زمان. ضحكت شيري وقالت: الوصفة سهلة قوي، هاتي ورقة وقلم واكتبي معايا يا ست الكل: معلقتين مودة، على معلقتين رحمة، على معلقتين تقدير، وأي مشاعر حلوة حابة تزوديها حطي منها معلقتين. بس خدي بالك، لازم علشان الوصفة تنجح كل واحد فيكم يحط معلقة من كل حاجة، هتلاقي الحب موجود وعايش لآخر العمر. ضحكنا كلنا على طريقة الشيف حسن اللي كانت بتتكلم بيها، لكن رودي صاحبتنا قالت: أنا بصراحة مش فاهمة أي حاجة يا شيري. ردت عليها شيري وقالت: هفهمك يا رودي بموقف صغير حصل في أول جوازنا. هشام جوزي كان نفسه في محشي، وأنا وقتها ما كنتش شاطرة قوي في الطبيخ، فتحت كتب وصفات وكلمت ماما ومامته أسألهم وأتعلم منهم شوية تريكات، وقعدت أسبوع كامل بتعلم أعمل حلة محشي ورق عنب مظبوطة وحلوة عشان هو بيحبه. ولما نجحت أخيراً رحت له أوضة المكتب وهو شغال وقلت له: تعالى، عاملة لك مفاجأة. دخل وهو مغمض عينه، وأول ما فتحها وشاف طبق المحشي باس راسي وكان عامل زي طفل صغير ماسك الشوكة ومش عارف يبدأ من أنهي صباع. وأول ما داقه شفت لمعة في عينيه فرحتني أكتر من أي كلمة. بس ما قعدش كمل أكله زي ما كنت متوقعة، ولقيته فجأة راح أوضة المكتب ورجع وهو شايل تذكرتين مسرح لمسرحية جديدة لعادل إمام علشان هو عارف إني بعشقه. وقال لي: طول الأسبوع اللي كنت فيه بتتعبي عشان تسعديني، أنا كمان كنت بجهز لك هديتك، لأني واثقة إنك لما هتقدمي لي الحاجة دي هتكون أحلى حاجة في الدنيا. وبتختم شيري كلامها: الموقف ده علمني إن الحب ما بيعيش بالمجهود من طرف واحد، لكن بيعيش بالمساواة، مساواة في التقدير، ومساواة في العطاء، ومساواة في الإحساس. وطول ما الميزان ده متظبط الحب يفضل موجود. وده كان سر نجاح حياتنا واستمرار حبنا لبعض طول ال19 سنة. وأنا كمان بأكد كلام شيري، لأن الحب عمره ما كان بطولة فردية ولا تضحية من طرف واحد، ولا حد دايما يدي وحد دايما يستقبل. الحب الحقيقي بيعيش لما الميزان يفضل واقف في النص، مرة ده يتعب عشان التاني، ومرة التاني يشيل عنه التعب من غير ما يتكلم. مش لازم نفس الفعل، لكن لازم نفس الإحساس. مش لازم نفس المجهود، لكن لازم نفس التقدير. أسوأ حاجة بتموت أي علاقة إن حد يحس إنه لوحده اللي بيحاول، وإن اللي قدامه واخد الحب كأنه حق مكتسب. المودة محتاجة رحمة، والرحمة محتاجة تقدير، ولو التقدير غاب أغلى حب في الدنيا بيتعب. وخليكم فاكرين دايما إن العلاقات مش بتفشل عشان الناس وحشة، لكن بتفشل عشان الموازين اختلت، وحد فضل يدي ويدور إنه يسعد الطرف التاني، وحد نسي يحط معلقته. ياريت لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا كومنت قمر زيكم يا أحلى أمارات، لأنه بيفرق معايا جدا رأيكم في الفيديو. ولو في حد غالي عندك عايزة تساعديه يحافظ على حبه، اعملي شير للفيديو. واستنوني في حلقة جديدة من حكايات سيلة، حكايات عننا وحكايات من القلب.